فمنشكل جامعة الدول الكردية وبيعطونا حق استعمال اللغة العربية، ويمنع على العرب دخولها إلا يعني بفيزا بشروط خاصة لأسباب خاصة، وبده كفيل. أي عربي بده يفوت على سوريا بده كفيل، بده يشتغل، بده كذا. وعندنا نفط وعندنا ساحل وعندنا أغنى بكتير. بكرة بتخرب السعودية، بتخرب مصر، بدل المنطقة عايشة. إذن المشروع البديل في حال يعني الدول العربية تخلت عن التزاماتها تجاه الشعب السوري والعراقي وهي كذلك، الحل البديل مش الخضوع لإيران وزعرنة إيران وميليشيات إيران ومخدرات إيران، لا، الحل الأرقى هو كردستان. إذن بعد القمة العربية إذا حضر الأسد فنحن سنعمل على استراتيجية جديدة هي إقامة كردستان الكبرى. عرفتوا كيف؟ مو نكاية، عودة تصحيح للتاريخ، لأنه الكرد يعني الشعب هلأ الموجود الكردي بيطلع حوالي 50 مليون، اللي أصلا كرد كمان قدهم يعني 100 مليون. يعني فيكم تقولوا نص شعب هين الدولة، نص شعبها أو أكثر أصله كردي، وبالتالي ممكن نشكل دولة كردية حقيقة يعني، ومدعومة أوروبيا وأمريكيا وروسيا وصينيا، ومتحضرة وما فيها إرهاب وما فيها تعصب وما فيها كذا وإلى آخره، وفيها تسامح ديني وفيها يعني منيحة. وهيك إذا عندنا مشروع تاني، يعني عندنا مشروع تاني، ونحن خايفين على أسلامنا ولا خايفين على عروبتنا، يعني اللغة يعني قصدي. بلا الانتماء لجامعة الدول العربية، بلاها كلياتها من أصلها يعني. وهالمشروع بيمشي مع إسرائيل، يعني بدل السلام الإبراهيمي بصير السلام الكردي الإسرائيلي، جاهزين كمان. فإذا مشروع يعني الدول العربية إذا راح على اتجاه تفرط، يعني مصر فارطة والسعودية فارطة والدول الخليج رح تاخذها إيران ومدري شو، فنحن حتى نتحرر في مشروع اسمه كردستان الكبرى. فبتصير سوريا عضو في جامعة الدول الكردية، تصير سوريا الدولة الجمهورية الكردية السورية، وبيحكموها الكرد فقط. يعني ما بصير بده بيحط يعني ما بصير، ممنوع على العربي يترشح لمناصب عليا بالدولة، لأنه ما بيتفقوا، كل واحد بيبعوص بالتاني، كل واحد بيشد بالتاني، غدر وخيانة وإرهاب وعمالة وخسة ورشوة وفساد ومدري شو. لا خلاص بنبدل، بنغير يا أخي، منجرب. إذن عندنا مشروع مهم جدا اللي هو كردستان الكبرى، بحقق طموحات الشعب السوري بشكل خاص اللاجئين. هلا روحوا على أربيل بتلاقوا الشعب السوري هونيك عايش كريم، السنة المضطهدين بالعراق بيروحوا على أربيل. إذن في أرضية منيحة، واليوم قسد عم ترحب بالعرب، تعالوا تفضلوا تعالوا كذا الآخري. وفي عندنا كرد موجودين بأوروبا، موجودين سوريين موجودين بأوروبا، كلهم بيرجعوا. إذا كردستان الكبرى تصير دولة تابعة للاتحاد الأوروبي أو شريكة للاتحاد الأوروبي، بيرجعوا كلهم، يعني بصير نفس الهوية والجنسية والكذا والآخرين. وخلصنا من العروبة يعني، بلاها يا أخي. شو صار يعني شو صار يعني؟ كله كذب يعني. الانتماء القومي كله كذب يعني بيقولوا لك هدول من سلالة الحسين. قديش الحسين يعني خلاف؟ يعني الشخص صار ألف واحد سلالة الحسين. سلالة الحسن يا أخي 3000 أكتر. ما معقول يعني. قديش تكاثرت البشرية من أيام الإسلام لليوم؟ ما تكاثرت كتير يعني ما صار هلا القفزة والله شو 5 مليون حسني و5 مليون حسيني، كله كذب. مو هيك؟ إذا التاريخ كله كذب، والانتماءات القومية كلها كذب. كلها ناس غيرت هويتها وتغيير الهوية سهل، مو هيك؟ ما صعب. بدليل انه الكرد اللي سكنوا بالشام صاروا عرب، وهلا العرب اللي سكنوا بالشام يعني بصيروا كرد، شغلة عادية جدا. بيطلع بتاريخنا حدا كردي بيمشي الحال. يعني هلا بنلاقي لك بالتاريخ اي واحد بيلاقي بتاريخه جده او سته او كذا او الى اخره، او سته او ابوه راح على المحل الفلاني، بصير كردي. شغله بسيطه يعني، مفتوح الباب. واللي مو عاجبه من العرب اللاجئين العرب يعني اللي ساكنين بسوريا يرجعوا على السعوديه، يرجعوا على موطنهم الاصلي ويشكلوا دوله. حق العوده اسمه هذا، حق العوده. بيرجع كل واحد لارضه. حق العوده. قبل 2000 سنه وين كنت بجزيره العرب، الله معك. انت حسيني الله معك. ليه عم تغزي العراق وتغزي سوريا وتغزي؟ ايه، رجعوا على جزيره العرب. اللي مو عاجبه بيرجع على جزيره العرب.
وخلصنا. إذا كردستان الكبرى هي البديل الحقيقي أمام الشعب السوري لجامعة الدول العربية. العبوا بنلعب. في النهاية الشعب السوري مثل ما قلنا بده حرية وكرامة، لا يهم لون العلم، ولا يهم شكل السلطة، ولا يهم من يحكم، بهمه كرامته، بهمه حريته، بهمه حقوقه كمواطن كإنسان، وانتماءه القومي والديني هو حر فيه، ولا يضره انتماءه القومي. عم نقولها نحن هلا كعرب للكرد، وبكره بنخلي الكرد يقولوا لنا اياها للعرب، نحن بنصير اقليه عربيه ومنذوب شوي شوي. يعني اللغه اللي الاقوى هي بتسود يعني. وانا شايف انه الانجليزي بده يسود، ليس العربي وليس الكردي. في النهايه تعلموا انجليزي وخلص. هيدي فرنسا عم تعلم انجليزي، اليوم سويسرا 4 لغات عم تعلموا انجليزي. اللغه الوحيده اللي بتوحدهم هي الانجليزي. ليه؟ لان لغه عالميه. الالمان عم تعلموا انجليزي، التراك عم تعلموا انجليزي، خلاص تعلموا انجليزي، تصير اللغه الرسميه هي اللغه الانجليزيه، ويحق للمواطن التكلم باي لغه ثانيه مع حصول مترجم. واسم الدوله نحن قلنا دوله ما هي قوميه، نعملها قوميه كرديه، سوريا الكرديه. فبدال ما سوريا ترجع يعني تطرد الشعب السوري من جامعه الدول العربيه، الشعب السوري بيطرد الدول العربيه من سوريا. تلعبوا بنلعب، وفي النهاية انتم بلا سوريا والعراق لا تشكلوا شيء. والقوة الإقليمية الأكبر التي ستكون في الشرق الأوسط هي الدولة الكردية، ليست تركيا اللي مليون متناقض فيها، وليست إيران اللي مليون قومية. القومية الأكبر والأقدر على أن تحكم المنطقة هي القومية الكردية حقيقة. يعني 50 مليون كردي بيحبوا بعضهم، متعاطفين مع بعضهم، متحمسين لبعضهم، عندهم تاريخهم، عندهم وجودهم مستمر في المنطقة، عندهم إلى آخره، وما عندهم هذه الصراعات والنزاعات والخيانات يعني بين هاي القبيلة وهي القبيلة وهي المدري شو هذا. يعني هي دي ما عندهم. ففي مشروع، إذن مشروع كردستان الكبرى يعني هو البديل للشرق العربي. لن نقبل بالمشروع الفارسي، ولن نقبل بالمشروع التقسيمي، يعني مشروع تقسيم سوريا وتقسيم المنطقة لإضعافها آخر. أي شكل للوحدة بالمنطقة نحن سنقبل به، وحدة على أساس الحرية والكرامة والتقدم العلمي والتقدم التكنولوجي والأمن والإلى آخره. فأنا بشوف مشروع كردستان الكبرى هو الرد الطبيعي على قرار جامعة الدول العربية. انتوا قرروا، نحن هلأ عم نقنع الكرد انه اذا صار مشروع بسوريا مهم ففوتوا فيه. اذا انتم ما بدكم تحلوا مشكلة بسوريا بشكل منطقي وحق وتعطوا الناس حقوقها، منروح لعند الكرد نقول لهم اخي نحن ما بدنا دولة عربية، بدنا دولة كردية تشمل كافة اراضي سوريا، كلنا معكم، انتوا تحكموا وحكمتوا بالتاريخ وما ظلمتوا. يعني مين بيقول انه صلاح الدين ظلم؟ ما حدا بيقول. فانتوا حكمتوا وما ظلمتوا، فتفضلوا احكموا مرة ثانية على نفس المبادئ، وتفضل يا اتحاد اوروبي ويا علم امريكي رفع فوق سوريا، واعملوا شراكة متوسطية اوروبية متوسطية، وبلا تركيا وبلا ايران، خلي له. يعني عندك صار 100 مليون متحدين مع بعضهم، بشكلوا بعتقد يعني بمنطقتهم الجغرافية وبامتدادهم بثرواتهم النفطية والى آخره، بعتقد بشكلوا القوة الأكبر التي ستحكم المنطقة. وهيك بتكون إسرائيل حمت حالها نهائيا، يعني صار عندها حليف ضخم قوي، ما محتلة من أرضه شيء، يعني أخذت فلسطين من العرب مو من الكرد، وبالتالي ما في خلاف مع الكرد، كمان تنحل مع الفلسطيني، والأقليات بيندمجوا تحت لواء الكرد. شو فرقت معهم؟ يعني كانوا يندمجوا تحت لواء العرب، لا بيندمجوا تحت لواء الكرد. إذن القومية الكردية هي المستقبل إذا جامعة الدول العربية قررت أن تستمر في خيانة شعوبها، وفي خيانة حقوق الإنسان، وخيانة الإنسان وكرامته، وخيانة العدالة. ودلوا يشتغلوا يعني جامعة السفالة العربية، إذا دلوا يجتمعوا ويفكروا هيك، فسوريا والعراق خذوها من هالدقن، ستصبح دولة كردية يتبع